السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ انا عايزة النهاردة اقول كلمة كده للابناء. يعني ايه للابناء؟ يعني الناس اللي ما تبرش مامتها وباباها، يعني ليه؟ نسمع كل شوية او نفتح الفيسبوك نلاقي واحد طارد مامته عشان خاطر خلاص مش قادرين يخدموها، عشان مراته مش قادرة تخدمها، عشان دي جوزها مش قابل مراته في البيت، او انت تروحي تخدميها في البيت. اصلا انا عندي ولاد، عندي حالي ومشاغلي ودنيتي. في ايه؟ في ايه الاهمال اللي سايبينه للامهات والابهات على اخر الزمن اللي احنا فيه؟ يعني مش كفايه قله الدين وقله التربيه اللي طالعين فيها والناس اللي عايشين فيها اليومين دول، كمان الابهات والامهات لما يكبروا في السن يكونوا، يعني احنا الواحد لما بيزعق سكه قدامها ولا بيعمل كده بيقعد يقول لها معلش انا اسف وسامحيني وعشان خاطري ومش عارفه ايه. اكسبوا بالرهم ده لما الواحده امها بتموت ولا ابوها بيموت يقول لك ماتت الذي كنا نكرمك من اجله. ولا الواحد اللي بيموت ابوه ولا بتموت امه. دي حاجه تانية. انا بتكلم بقى على البر الابناء لابهاتهم وامهاتهم. خدموكم وهم صغيرين وانتوا صغيرين وشالوا عنكم بلاوي وصرفوا عليكم وشافوا الذل لغايه ما كبروا. دلوقتي هم جزاتهم يترموا. بمناسبه البر بقى الاب والامهات، امبارح كنت عند ماما فمجهزه محشي لبكره، فانا كنت هروح قبل ما امشي قورت لها الكوسه قورت لها حاجه النهارده، وخدت البتنجان معايا عشان هي ما تعملوش وانا مش موجوده. يعني خفت ان انا مش موجوده هي تعمله بديلي. رحت انا واخداه خدته في بيتي قورته لها. مش حكايه بر ومش بر، انا بريح ماما، بحب اريحها يعني. فالواحد يدور على اي حاجه باي شكل ان هو يحاول يبرهم بيها. بصي عملت لها، خدت كميه البتنجان اهل قورتها لها. نطلع بقى نعمل محشي عند ماما. ويا ريت يعني الواحد يراجع نفسه كده ويراجع دنيته. انتوا هتكسبوا، انتوا اللي محتاجينهم مش هم اللي محتاجينكم. هتكسبوا حسنات، هتكسبوا بالروم، ربنا يبارك لكم في حياتكم والدنيا تبقى حلوه معاكم. نطلع احنا ناكل المحشي ونبر ماما واحنا بنعمل لها المحشي. ايه رايك؟ سيد طبعا مستني محشي. السلام عليكم.